الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وبارك وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محضود وضلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن بكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجمعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشأكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين وسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم أنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فرح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين. وسبح باسم ربك العظيم. اللهم صن وجوهنا باليسار ولا توهنا بالاقتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بعمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك منها العطاء والمن. اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود لا لك فسننا للحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أغننا بفضلك عمن سواك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
الفاتحة بنية المولد النبوي إلى أرواح والدنا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، ثم إلى أرواح الأولياء أهل البلدة الحبيب هادي بن سعد بن شيخ خالد بن سالم علوي بن سقاف جعفر بن شيخ خان السقاف الجد عبد القادر بن سقاف، ثم إلى روح كي عبد الله وكي خليل وكي خليل، خصوصا صاحب مولد علي بن محمد بن حسين الحبشي، الله تخشهم بالرحمة المغفرة ويعلي درجاته في الجنة، علمنا وآباؤنا وأسلافنا ورجالنا وشيوخنا في هذه المناسبة نويناه، ما قصدوهم قصدناه، ما طلبوهم طلبناه، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. يا ربي صل على محمد شرف بدر في الكون يا شرف. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصدا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغنى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صلى الله عليه الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر
ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رب فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا تقياي السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك من رب السماء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك من رب السماء السلام عليك السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك السلام صلى الله عليه السلام عليك طه
وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه، خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه، وبسط لهم من فيض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. صلى الله عليه ورسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. صلى الله عليه الإرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والويون. صلى الله عليه فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، صلى الله عليه وعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطرت بوجودها كناف الوجود، وبرزت برد العوالم بطراز تكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع، صلى الله عليه بشر فضله بالقريب والشاسع. صلى الله عليه وله الحمد الذي لا تنحسر وفراضه بتعداد، ولا عليه بكثرة تردد، حيث أبرز من عالم الإمكان سورة هذا الإنسان. صلى الله عليه يتشرف بوجود ثقلا وتنتشر أسراره بالأكوان. فلا اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب. صلى الله عليه يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمل لنا ولا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. صلى الله عليه والترقب بالحسن على مقام وتناهى في مجدي وتعالى. صلى الله عليه مجدنته بشرا كاملا يزيع ضلالا. صلى الله عليه وهو بموقع لما قدرت رفعة في شؤوني وكمالا. صلى الله عليه من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحال في تعكن معانيه الجنان. صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والذور. صلى الله عليه الخلق ينور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم فمن فجأت هذه البشارة وتلقى بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم
وبارك عليه صل وسلم وبارك عليه وعلى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان صلى الله تضمنه عليه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه بها في الصدور من الإيمان قواعد صلى الله عليه اليقين من سر ذلك الإذعان وتصديق الشواهد صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا وكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه فأعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوساها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله وبرز عليه فيها في كلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الختمات لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بالقرب صلى الله عليه فيعود إلى الأشرف الأصلي بوده وحبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تألقت إرادة الله بالعلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة صلى الله عليه التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين هاوي لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه فتنقل ذلك الجمال الميمون بالأسلام الكريمة والبطون فما من سلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أذعرت وخصصت به من خصص صلى الله عليه كان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الظاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا كالبشر صلى الله عليه ونورا حير الأبكار ظهوره وبار فتعلق بالمتراكم
حامل هذه الحروف صلى الله عليه بهذا القرص الطاسم ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لن تبي بعشر معشر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه. وإلا فأن تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن أنزل إلى تدوير محبته من ششرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبقيت رايته في القول منشورة على مر الأيام والشهور والسنين لا التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا عج التشوق إلى سمع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان بشفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله والصلاة على خير الورى مصطفاهم خير الورى مصطفاهم. الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله والصلاة على خير الورى مصطفاهم بالورى مصطفاهم. في رجب كم عجائب كم مواهب وكم جود كم مواهب وكم جود عرج المصطفى به خير حامد ومحمود خير حامد ومحمود. الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله والصلاة على خير الورى مصطفاهم الورى مصطفاهم. في رجب كم عجائب كم مواهب وكم جود كم مواهب وكم جود عرج المصطفى به خير حامد ومحمود خير حامد ومحمود. الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله والصلاة على خير الورى مصطفاهم الورى مصطفاهم. دنا فتدلى فالعطاء غير محدود فالعطاء غير محدود
ربنا خير معبود من ربنا خير معبود الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله والصلاة على خير الورى مصطفاه عمر الورى مصطفاه وصاه الله في حقا سعد كل مسعود حقا سعد كل مسعود واجعله المهيمن أصل مكان موجود أصل مكان موجود الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله والصلاة على خير الورى مصطفاه الورى مصطفاه وهو أصل المدى والكون بالله ممدود والكون بالله ممدود وهو والد وكل الكون قد صار مولود والكون قد صار مولود الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله والصلاة على خير الورى مصطفاه عمر الورى مصطفاه وهو شاهد وهو للمقامات مشهود للمقامات مشهود يا إلهي به تمم لنا كل مقصود لنا كل المقصود الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله والصلاة على خير الورى مصطفاه عمر الورى مصطفاه واجعل الكل منا في أحبته ممدود في أحبته معدود نلتقى بوصل الدار في الود ممدود في الود ممدود الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله والصلاة على خير الورى مصطفاه عمر الورى مصطفاه يسبح الكل منا لك والد طهر ودود والد طهر ودود في معاني سبت عن حد للفهم محدود حد للفهم محدود الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله والصلاة على خير الورى مصطفاه عمر الورى مصطفاه هب لنا منا في ذلك
شهر يا واسع الجود شهر يا واسع الجود نتصل بك وبأحمد خير حامد ومحمود خير حامد ومحمود الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله والصلاة على خير الورى مصطفاه الورى مصطفاه ونرد في المعارف نهر صافي ومورود نهر صافي ومورود بركة المصطفى ومن من أهله معدود من أهله معدود الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله والصلاة على خير الورى مصطفاه الورى مصطفاه صل دائم عليهم ربي بلا عد معدود بلا عد ومعدود والصحابة من حلت عور كل مقيود عور كل مقيود الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله والصلاة على خير الورى مصطفاه الورى مصطفاه الله الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله والصلاة على حماد خير حامد ومحمود خير حامد ومحمود اللهم صل وسلم عليه يا الله 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 يا الله 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 يا الله والصلاة على خير الورى مصطفاه الورى مصطفاه صل وسلم وبارك اللهم عليه صل وسلم وبارك عليه وعلى صلى آله الله عليه وقد آن للقلم أن يخط ما حركته في الأنام صلى الله مما عليه استفاده الفهم بصفة هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه التي هي أحسن الشمائل صلى وهو الله الحسن عليه المثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماع والأبصار صلى الله وقد عليه ولا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه السورة صلى الله عليه ونور هذا الحبيب أول اللهم صل مخلوق وسلم برز عليه. في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما ما حدث وما تقادم صلى الله عليه يا عبد الرزاق
الضحاك بسندي عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالنور صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودع هذا النور المبين أصلب وبطون ما شرفه من العالمين صلى الله عليه. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى وصلت يد العلم القديم إلى من خصصه بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه سلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه وشاء بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها صلى الله عليه الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله عليه وسلم ولم ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات قدره وتنتشر في آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه. قلبه هذه الدرة المكنونة صلى الله عليه. المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج وقرب هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروز متشوقة إلى التقاط جواهر كنوز صلى الله عليه. دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملا في ذلك العام إلا أتى في حملها بغلام من بركات وسعادات هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بإثر الفرح بملاقات أشرف البريات صلى الله عليه. وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور صلى الله عليه. في الوجود بهجة
بهجة تكريم وبسط في العالم الكبير مائدة تشريف وتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين كرب عن وطئ هذا الحبيب عرضت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب. وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور يبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور. وفد الحق وحكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود. فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحميد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد ومولانا محمد. Khusyuk atena kabeh khusyuk hadiraki Rasulullah ning atena. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى حمد ولأهل الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. فضربوا يا أهل المثاني فهزروا اليوم نغرد واستضيئوا بجمال يا رسول الله فقافي الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. لنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفر حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فلربي كل حمد جل أن يحصره العال إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد. مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جد الحسين. ومرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد. مرحبا مرحبا يا نور عيني، مرحبا مرحبا جد الحسين. اللهم صل على محمد واهدى سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونور مرحبا 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 يا نور العين، مرحبا 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 جد الحسين. الله مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهه مرحبا مرحبا بجوار خير مقعد. مرحبا 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 يا نور العين، مرحبا 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 جد الحسين. الله مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد صلوا عليه وسلام مستمر كل حين يتجدد. صلى الله على محمد مرحبا، صلى الله عليه وسلم مرحبا، صلى الله على محمد مرحبا، صلى الله عليه وسلم مرحبا. اللهم صل على محمد. صل عليه. صلى الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن كلام الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. المجلس الثاني في ذكر العام الجديد ويوم عاشوراء والحث على التفقد المحتاجين والإحسان إليهم. قال رضي الله عنه يوم الاثنين 7 سنة 1323
هجرية بمسجد الرياض بعد قراءتها في سنن ابن ماجه. وبعد الإنشاء بقصيدة المنفرجة قال هذه القصيدة كان سلفنا يستفتحون بها الرحمة والتاحين استفتاحنا بها باب الرحمة. الله يا أمي بركاته جميع الأراضي تقع رحمة عامة مصحوبة باللطف والعافية وكل يسقي بسيدها واستفتح باب الرحمة بالاستغفار والتوبة والذكر والتلاوة والصدقة كما قال تعالى في سورة المجادلة وقدموا بين يدي نجواكم صدقة. وهذا عام جديد استقبلكم جددوا فيه الأعمال الصالحة والنيات الحسنة. الله يجعل ما بقي من أعمالنا خير مما مضى منها. في المدرسة سبحان الله سنن ابن ماجه والتوبة والذكر والتلاوة. Buka pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak beristighfar kepada Allah taala, dengan taubat dan zikir dan banyak ngaji Al-Qur'an ataupun sedekah. Karena itu kalau ingin dapat rahmatnya Allah, ajukan sesuatu ke Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya bawa proposal ke Allah Subhanahu wa taala. Apa proposalnya? Banyak istighfar, banyak minta ampun sama Allah. Karena yang buat seret, yang buat banyak urusan kita ini tidak selesai, banyak masalah karena banyaknya dosa. Karena itu perbanyak istighfar untuk supaya Allah taala permudahkan segala urusan kita. Apalagi kita ada di bulan Rajab ya. Di bulan Rajab syahrul istighfar, bulan untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya kalau abah saya ngomong lagi diobral maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Pasar ampunan Allah telah dibuka sama Allah Subhanahu wa taala, diobral. Siapa yang enggak pengin dosanya diampuni, banyak-banyak istighfar di bulan Rajab. Banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ada di bulan Rajab. Kemudian Al-Habib Ali menceritakan tentang keunggulan sahabat dari yang lainnya. Bagaimana sahabat itu unggul dari yang lainnya karena sebab dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka sahabat itu sholat jadi makmumnya Nabi Muhammad. Mereka mengamini doanya Nabi Muhammad. Mereka berbincang dengan Nabi Muhammad. Makan mayoran bareng. Kalau sampean misal ada buka bersama, mereka para sahabat buka bersama dengan Nabi Muhammad, bersama makhluk Allah yang paling mulia, bersama makhluk Allah yang paling hebat. Karena itu keunggulan sahabat tidak bisa diungguli, tidak bisa ditandingi, tidak bisa disalib. Karena apa? Sebab dekat dengan Nabi Muhammad. Karena itu orang yang paling mulia, orang yang paling hebat itu dekat sama Rasulullah SAW. Iya, apa caranya biar bisa dekat sama Nabi Muhammad? Pertama, hidupkan ajarannya Nabi Muhammad, sunnahnya Rasulullah, syariatnya Nabi Muhammad. Kedua, perbanyak sholawat sama Rasulullah. Katanya Rasulullah, jadi dalam hadisnya, man shalla alaiha sholatan wahida sallallahu biha asyra. Siapa yang sholawat sama Nabi Muhammad 1 kali, dibalas sama Allah 10 kali sholawat. Ini yang hadir ini, yang ada di sini. Sampean mulai tadi ngomong Allahumma sholli wa sallim asyrafas sholati wa taslim ala sayyidina. Sampean sholawat. Sampean ngomong sekali itu dibalas sama Allah 10 kali rahmat. Karena itu sekarang kita ada di majelis, turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga ada di bulan Rajab. Karena itu ayo dekat sama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Doanya Habib Ali Al-Habsyi itu minta selalu dekat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ghayatu matlabi, kata Bang. Itu puncak keinginanku, puncak cita-citaku dekat sama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kalau ada di rumah, ada di pasar, banyak sholawat sama Rasulullah, banyak zikir sama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau sampean tawassul sama satu wali, sampean yakin wali itu bisa hadir, Nabi Muhammad lebih dari wali. Kalau sampean buat acara manakiban menghadirkan Syekh Abdul Qadir Jailani, insyaallah Syekh Abdul Qadir Jailani hadir.
Tapi kalau sampean sekarang ini baca maulid, manggil Nabi Muhammad, insya Allah Nabi Muhammad dan para anbiya, para sahabat, para orang-orang soleh rombongan datang ada di sini. Karena itu alhamdulillah, minta sama Allah untuk dosanya diampuni sama Allah Ta'ala, minta sama Allah untuk masalahnya dipermudahkan, minta sama Allah Ta'ala untuk anak turunannya disolehkan, minta hartanya diberkahi. Karena itu jangan disia-siakan. Yang giat kalau hadir maulid, yang giat. Nabi Muhammad itu hadir. Nabi Muhammad itu kalau disebut hadir. Kalau kita ini tidak bisa ngelihat Rasulullah ya, karena dosa kita banyak. Kata Habib Ali, hujibu wa hasbuhumul hijabu adabu, ya laitahum sami'un nida fa'ajabu. Manusia ini dihijab dari Rasulullah. Allah Ta'ala berfirman, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Kita ini dekat sama Nabi Muhammad, cuman karena dosa kita dihijab dari Rasulullah. Nah kita ini sekarang hadir ada di majelis ini. Kita yakin Nabi Muhammad itu hadir ketika disebut, yakin Rasulullah itu hadir ketika disebut. Tapi kita tidak bisa melihat. Harapannya dalam hati ini apa? Kalau sekarang Nabi Muhammad itu hadir, saya dan kita ini semua tidak bisa melihat Nabi Muhammad, kita berharap dilihat sama Nabi Muhammad ya. Dapat pandangannya Rasulullah SAW. Kalau dipandang sama orang soleh, dipandang sama walinya Allah Subhanahu Wa Taala, bisa merubah. Orang yang suka maksiat bisa jadi ahli taat. Orang yang ilmunya, belajar ilmunya susah bisa dikasih futuhal arifin. Lah kalau yang lihat Nabi Muhammad, kalau yang mandang Rasulullah, insya Allah diampuni semua dosanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Habib Ali sering ngomong kalau di ceramah-ceramahnya, tidak dibaca maulid cintu durur kecuali ruhaniyatun Nabi hadir. Rohnya Rasulullah itu hadir. Karena itu tinggal kita mempersiapkan hati kita. Terus hadir majelis kayak maulid kayak gini. Kemudian ada di rumah banyak-banyak sholawat sama Rasulullah SAW. Nanti insya Allah pada saatnya kita akan bertemu sama Nabi Muhammad SAW. Baik nanti kita bertemu dalam keadaan mimpi maupun nanti ke depan kita ketemu sama Rasulullah dalam keadaan sadar. Dan harapan kita ketemu sama Rasulullah itu ada di akhir hayat ya. Ketika kita mau meninggal, sudah tidak bisa apa-apa, dokter sudah angkat tangan, keluarga sudah ikhlas, kita berharap Nabi Muhammad itu hadir jenguk kita. Kemudian Nabi Muhammad nuntun kalimat la ilaha illallah. Kita dituntun, ayo baca la ilaha illallah. Yang nuntun Nabi Muhammad, yang baca kita. Katanya Rasulullah, pada siapa yang akhir kalimatnya kalimat la ilaha illallah masuk surga tanpa dihisab, langsung masuk surga. Kemudian ketika nanti kita ada di bawah kuburan, ditaruh ada di bawah tanah, tidak ada siapa-siapa, anak tidak ada, orang tua tidak ada, istri tidak ada. Kita berharap Nabi Muhammad itu hadir ada di situ, nemeni kita ketika kita ditanya sama mungkar dan nakir. Ketika kita nanti dihisab sama Rasulullah, sama Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta mudah-mudahan kita didampingi sama Nabi Muhammad SAW. Karena itu Habib Hamid Asri dia ngomong berkata, wa yaumal hasar ma bafza. Di hari Yaumul Hasyr, nanti di hari kiamat ma bafza, saya tidak takut. Wa nama'i khair khalqillah. Karena saya insya Allah masuk dalam rombongan sebaik-baik manusia, manusia yang paling dicintai. Karena itu mudah-mudahan Allah Ta'ala tidak diharamkan. Karena itu Habib Ali ngajari, kalau ada hajat itu ngomong ya Rasulullah isfa' lana fi hajati indallah. Perbanyak ngomong ya Rasulullah isfa' lana, bantu kami fi hajati, dalam hajatku indallah, kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena itu banyak. Nanti kalau sampean mau kerja, mau ada apa urusan, ngomong ya Rasulullah, wahai Rasulullah isfa' lana, bantu saya ya Rasulullah fi hajati, dalam urusanku ini indallah. Insya Allah gampang semua urusannya. Iya, kita tawassul sama sebaik-baik manusia, bukan wali lagi, sebaik-baik manusia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, alhamdulillah rabbil alamin. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا ظرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفيع إلى أن له شرفا على مجده والسماء صلى الله عليه. كان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين صلى الله عليه. وقبره بالحرمين
وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السر صلى الله عليه. تولت ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة صلى الله عليه. إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت: لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول: رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه. قالت الشفاء فأضاء له بين المشرق والمغرب صلى الله عليه. حتى نظرت إلى بعض كسور الروم. قالت: ثم ألبسته وأنجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وكشعريرة عن يميني صلى الله عليه. فسمعت قائلا يقول: أين ذهبت به؟ قال: إلى المغرب صلى الله عليه. وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والكشعريرة عن يساري صلى الله عليه. فسمعت قائلا يقول: أين ذهبت به؟ قال: إلى المشرق صلى الله عليه. قالت: فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. صلى الله عليه. ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه صلى الله عليه. وأن عين عنايتي في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابة بطون الأوراق. صلى الله عليه. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا. صلى الله عليه. وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا صلى الله عليه. يقول ولا يفعل إلا معروفا. صلى الله عليه. لونه القسان واللفظ المحتوي على المعنى الجزل. صلى الله إذا عليه. دعاه المسكين فهو أجابه إجابة معجلة. صلى الله عليه. وهو الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. صلى الله وله عليه. موصولة أخلاقه العباد القوية التي تنتعظ منها وراعيش الأقوياء من البرية. صلى الله ومن عليه. نشر دينه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تضيبت المجالس والمحافل. صلى الله عليه. وهو صلى الله عليه وسلم جامع عليه. صفات كمالية والمفرد بخلقه وخلقه بأشرف خصوصية. صلى الله فما من عليه. خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. صلى الله عليه. أجملت بوصف الحبيب وشأني ولو الغلا في مجدي ومكاني. صلى الله عليه. قد تعالى مجدها
أخذت على نجم السهاب ناني صلى الله عليه القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه وعسن مني أن أمسك أعينة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ومن ذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Karena waktu cukup lancang, kita isi dengan tahlil kangkui Al-Habib Umar bin Syekh Al-Hasni. Karena kami saya ada beliau ki doa ikan toh termoga insyaallah beliau yang kak terjatah insyaallah pejemper alam kubur termoga insyaallah seki berdoa umur para habaib para ulama tambahan umur sebarakah sihah wal afiyah amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي صلاة الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله لا إله إلا الله على النبي سلام الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 يا الله 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 سلمنا في الدنيا والآخرة يا الله سلمنا في الدنيا والآخرة يا الله سلمنا في الدنيا والآخرة صلوا على النبي صلى الله على محمد 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 صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم. على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم أوصل وتقبل وبلغ ثواب ما قرأناه من سورة الإخلاص والمعوذتين وما هللنا من قولي لا إله إلا الله وما سبحناك وحمدك وما صلى وسلمنا وعلى نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما عملنا من أعمال صالحات في هذا المجلس المبارك هدية منا واصلة وبركة شاملة ورحمة منك نازلة وصدقة متقبلة نقدمها ونهدي إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض إلى مغاربها بل وبر خصوصا المهاجر الأحمد بن عيسى وسيدنا علي بن علي خالع قاسم والبقي المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجوه أبو بكر بن سالم وخيل بن سالم قطب الربان وسيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني صاحب المولد الحبيب علي الهبشي وأصول إمامهم ثم إلى روحه المرحوم الحبيب عمر بن شيخ بن شيخ علي دروس وآل الحسني وأصول إمامهم ثم إلى صاحب هذا المقام الجد عبد زوجته الوالد أحمد عبد الله وإخوانه ثم إلى أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل ثواب ذلك فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار وعتقا لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جد لنا بالغفران اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشيخنا ولمعلمينا وذي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات برحمتك يا واهب العطيات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Doa maulid neka pun maghrib kami nginom kada nggih doa maulid karena maulid kita doa ya Allah Habib Soleh doa Habib Soleh ada TV deh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. ولما نظم الفكر من ضرار الأوصاف محمدية أنقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل شيء فيه مذكورا وفعله فيه محمودا ويكتب العمل في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب العزة تحت رحال فتنشاها منه الفيوضات الغامرة
نتوجه إليك بأشرف وسائل هديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأكبر الأكبر المحبوب لك والمخصص بأشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وسكر إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بعجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاقظنا في حركتنا وسكنتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وأن تبلغنا من صرف الكرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهدك من الحافدين اللهم إنا لنطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووله وظاهره وأم ببركته وشرف وجهات أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وعدم راية الدين القيم في جميع الأقطار من سورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتعيد من عندك ونشر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وعدمنا في الأعمال بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين وختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأرسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة